السلام عليكم. النهارده هكلمكم في موضوع مهم قوي، مهم للبنات المنتقبه اللي بتيجي رايحه المصيف. هقول لكم على كام حاجه كده نعملها باذن الله، يعني هتخليكي تتفادي فكره ان مثلا اللبس يلزق او ان يبقى شكلك يعني ملفت على البحر او كده. لان طبعا كلنا بيبقى نفسنا نروح مصيف ونفسنا نغير جو وكده، ومش كلنا بيبقى في امكانياتنا او نقدر ان احنا نشوف شط خاص او الكلام ده. فانا هقولك كام حاجه كده تخلي بالك منها وتعمليها، لان بشوف بنات يعني ممكن ما تاخدش بالها منها قوي او ما تركزش فيها. اول حاجه الخمار. الخمار حاولي يكون اطول من العادي اللي بتلبسيه، يعني انت لو تلبسي بتقصريه او كده، لا خليه اطول من اللي انت بتلبسيه العادي. واحلى كمان لو الخمار تلبسيه مقفول. الخمار اللف او الماليزي او كده ساعات بيبوظ منك في الميه، ولو حتى دبابيس او حاجه بيقعوا وبيتزحلقوا. فانت حتى لو مش هتلبسيه مقفول حطي دبابيس مشبك، يعني بتبقي مقفلاها كده قافله عليها ومطمنه، لان دبابيس الابره بتتزحلق في الميه وبتلاقيها اختفت خلاص وضاعت، وممكن تحتاسي بقى في البحر ومش عارفه تعملي ايه. فانتي حطي دبابيس مشبك. وحلو برضو ان انتي لو هتحطي مثلا دبابيس ابره او كده، تبقي خلي معاكي دبابيس احتياطي، خلي معاكي في شنطتك دبابيس برضو لو اي حاجه حصلت. وخليكي مايله اكتر للالوان الغامقه، اسود او غوامق عموما، لان ما بيفسرش الجسم زي الالوان الفواتح. دي اول حاجه. تاني حاجه في اللبس بقى، هتلبسي مثلا عبايه. لو انتي مش هتجيبي المايو اللي هو طالع دلوقتي الوتر بروف، ده حلو جدا. عبايه يعني، هو مش مايو يعني زي ما الناس فاهمه، عبايه كامله ببنطلون كله بيبقى ووتر بروف ومش بيلزق على الجسم خالص وجميل بصراحه. بس لو مش هتقدري تجيبيه او مش عندك او ايا كان، هتجيبي عبايه مثلا. عبايه اللي هتلبسيها اولا تبقى تقيله شويه، قماشه تقيله، ما تبقاش قماشه خفيفه، ما تبقاش قماشه بتمط. اوعي تلبسي قماشه بتمط او اللي هي بتاخد كده فيها اي لكره بسيطه، هتمط منك جامد في الميه وهتبهدلك وهتفضل تجرجر بقى لا متعبه جدا جدا جدا، زائد ان هي بتلزق اكتر كمان. فتبقى قماشه تقيله. هتبقى عبايه واسعه، يعني تبقى اكبر من مقاسك اصلا، يعني حاجه اكبر من مقاسك، ما تلبسيش حاجه يدوبك عليكي، لازم تكون واسعه عشان تقدري ان انت تنطريها وتوسعيها كده، عشان تدخلي هوا جواها ما تخليهاش مفسره عليكي. كمان هتكون يعني حاولي بقى ان هي تكون برضو الالوان بتفرق، يا اما تكون غوامق يا اما حاجه منقوشه. الحاجتين دول اللي ما بيخلوش الحاجه مفسره قوي. الالوان الفاتحه او حاجه ساده كده فاتحه، من اقل حاجه هتبقى هتفسر الجسم، من اقل حاجه هتبين. فانت حاولي الجائي للغوامق شويه، او لو حاجه منقوشه كمان بيبقى احسن. دي تاني حاجه. تالت حاجه البنطلون بقى اللي تحت اللبس. طبعا اكيد هتبقي لابسه بنطلون، بس خلي بالك لو بنطلون رجله بتبقى واسعه، بالميه بترفعه، الميه بيدخل ميه فبترفعه خالص، فاكنك لابسه مثلا برموده او حاجه، رجلك هتبان كلها. فحاولي اما تلبسي بنطلون ستريتش او بنطلون جينز سكيني مثلا، يكون كله ماسك على رجلك، لازم يبقى ضيق من تحت. اما لو بنطلون واسع ممكن تحطي له استك من تحت، يبقى هو زي الشروال كده، لازم يبقى ليه استك من تحت ماسك على رجلك، بحيث ان الميه ما تزحلقوش لفوق. حتى المايو الوتر بروف اللي بقولك عليه ده، البنطلون بتاعه غالبا بيبقى كده، بيبقى ليه استك كده ماسك عليه من تحت، بحيث ان هو ما يتزحلقش والميه ما ترفعوش، يبقى كأنك مش لابساه. فدي نقطه مهمه جدا موضوع البنطلون. تالت حاجه بقى النقاب. النقاب نفسه اكتر نقاب مريح عموما يعني بالنسبه لي، او عموما يعني سهل في اللبس ومش بيقع وكده، التندة ده او السعودي اللي هو فيه بتاع من هنا ومروحه، او مش شرط مروحه، يعني المهم يكون فيه بتاع من هنا. ليه بقى؟ لانه ما بيجي لو الميه جت عليه او كده، اما يجي يتشد اولا هيبقى بصعوبه جدا، والبتاع دي اصلا هتمسكه. التندة نفس الفكره، ان هو بيبقى ماسك من هنا شويه. فالتندة او السعودي احسن حاجه في الميه، مريحين جدا ومش هيقعوا ومش هيشيلوكي هم بقى ان ممكن يتزحلق او حاجه، وتفضلي ماسكاه طول الوقت. وسهل ان انت اغلب الوقت تبقي مثلا حاطه ايدك كده، لو مثلا جه عليكي ميه او حاجه تحطي ايدك كده بحيث ان تدخلي هواء وتعرفي تنفسي، لان النقاب لو جه عليه ميه ولزق على مناخيرك كده بتلاقيه بيكتم نفسك. فمن وقت للتاني تحطي ايدك كده عشان تهوي وتحاولي تحافظي على النقاب ناشف. خامس حاجه بقى الاوقات مهمه جدا. يعني مثلا لو رحتي
حاولوا على قد ما تقدروا تختاروا الاوقات اللي هي بدري، يعني مثلا تنزلوا من بعد الفجر، من اول ما النهار يطلع كده الدنيا بتبقى رايقه وتبقي قاعده براحتك خالص. لو انت عايزه تاخدي راحتك هتلاقي الجو كويس جدا والدنيا رايقه لحد كام ساعه، لحد ما الناس تبدا ايه ان هي تيجي والشط يبدا يزدحم شويه. كمان ممكن تختاري يعني او تحاولي تشوفي في المكان اللي فيه شط رايق شويه، يعني لو بعيد حبه بس يكون رايق. ملحوظه بقى تخلوا بالكم منها، ان اللبس بيبوظ من الميه المالحه مع الشمس بتبوظ اللبس. خلي بالك وتخلي طقم واحد للمصيف كل سنه، طقم بقى كامل، الخمار بالنقاب بالعباية كله. هعمل فيديو ان شاء الله بقى عن تجهيزات الشنطه نفسها بتاع السفر او كده، وانتي مسافره تاخدي معاكي كاحتياجات شخصيه، مش هتكلم عن حاجات تانية. باذن الله هجهز الفيديو وهكتب كل الحاجات اللي ممكن تحتاجيها، عشان ما تروحيش هناك وتلاقي نفسك محتاسه، او في حاجه مهمه نسيتيها، او في حاجات كمان مش مهمه خدتيها وشلتي شيله بزياده وشلتي حاجات كتير على الفاضي يعني ما استخدمتيهاش. فهقول لكم باذن الله الحاجات المهمه جدا انت تاخديها وما تاخديش غيرها عشان ما تشيليش كتير. دي الحاجات اللي انا بعملها بقالي سنين يعني. لو في حاجات تانية بتعملوها بتسهل علينا الموضوع، بتسهل نزول المية بالنقاب وباللبس والحاجات دي، قولوا لي في الكومنتات. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتعملوا شير للفيديو، وقولوا رايكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.